اللي هقوله دلوقتي ممكن يخضك. الدهب في مصر مولع نار حرفيا، والاسعار مش بس بتزيد، دي بتجري ومش هتلحقها لو فضلت تتفرج من بعيد. بس قبل ما نكمل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، لان في مفاجأة جامدة مستنياك في اخر الفيديو. وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا نبدأ كده ونشوف مع بعض ايه اللي بيحصل في السوق. اسمع بقى، السوق مش ساكت لا عالميا ولا محليا، العالم بره بيغلي والدولار نازل على وشه، والرئيس الامريكي ترامب عامل زي اللي بيصب بنزين على النار. قرارات جديدة بزيادة الجمارك، وده ممكن يفتح باب حرب تجارية جديدة. يعني ببساطة المستثمرين جريوا على الذهب كأنه آخر شواية في عز رمضان، والنتيجة أسعار الذهب زادت زي اللي بيهرب من نار مولع. تعال بقى على مصر، السوق هنا بيرقص على أنغام الأسعار العالمية، وكل ما الأونصة تتحرك بره الأسعار بتتشقلب هنا، والمستثمرين حاطين عينيهم على كل خبر اقتصادي وكل تصريح وكل حركة للفوائد. والنهاردة حصلت الكارثة اللطيفة دي، الدهب في مصر بقى بالأسعار اللي هقولها دلوقتي. عيار ال 24 ب 5520 جنيه، عيار ال 22 ب 5060 جنيه، عيار ال 21 ب 4830 جنيه، عيار ال 18 ب 4140 جنيه، عيار ال 14 ب 3220 جنيه. أما الجنيه الدهب بقى ب 38640 جنيه. والله وده من غير لا ضريبة ولا مصنعية، يعني الرقم ده كمان قابل للزيادة وانت واقف في المحل. دلوقتي السؤال اللي في دماغ كل واحد، اشتري دلوقتي ولا استنى؟ بص يا سيدي، السوق العالمي شكله مش ناوي يهدى، وكل العوامل الاقتصادية بتقول ان الدهب لسه ليه طلعة كمان جاية، خصوصا مع تذبذب الدولار والمشاكل بين امريكا والصين وزيادة الطلب الصناعي في العالم كله. يعني الناس مش بس بتشتري دهب عشان يتجملوا بيه، لا ده كمان داخل في صناعات ضخمة، وده بيأثر على المعروض وده بيزود الاسعار لفوق اكتر. واللي مجنن السوق اكتر ان حجم الانتاج في المناجم الكبيرة مش بيزيد بنفس السرعة، فالعرض أقل من الطلب، وده بالبلدي كده معناه السعر هيغلى، يا إما تلحق يا إما تشوفه في الأحلام. والناس اللي فاكرة إن الأسعار ممكن ترجع تهدى قريب، خليني أقولك بكل صراحة مفيش مؤشرات بتقول كده إلا لو حصلت مفاجآت غير متوقعة، ودي إحنا في مصر متعودين نسمعها بعد ما الأسعار تطير. فلو أنت ناوي تشتري شبكة، تستثمر، أو حتى تحوش لولادك، الوقت ده هو المناسب، لأن الجرام ممكن يصحى الصبح تلاقيه ب 5000 جنيه، وممكن يوصل كمان ل 8000 جنيه من غير ما تاخد بالك. ولو حصل وزادت الأونصة عالميا وترامب دخل في خناقة جديدة وإنتاج المناجم قل أكتر ومصانع العالم طلبت دهب زيادة، ساعتها إحنا هنلاقي عيار ال 21 بيعدي ال 5000 جنيه وبيقول لنا يلا بقى خدوها جد. وعلشان كده لازم تتابع السوق أول بأول، واللي متابعني هنا على القناة عارف إننا بنقول الكلام ده من بدري، وكل مرة السوق بيأكد كلامنا. وعلشان ما أطولش عليك أكتر، هسيب لك دلوقتي على الشاشة فيديو قدمته لك على القناة، اتفرج عليه، ده مهم جدا لأن في تفاصيل تانية هتخليك مستعد لأي حركة جاية في السوق، ومش هتتفاجئ لما السعر يتغير فجأة وانت بتتفرج على إعلان في التلفزيون. اعمل بقى شير للفيديو مع أصحابك اللي ناويين يشتروا أو حتى اللي بيخزنوا جنيهات في الدولاب، وسيب لي رأيك في التعليقات أسفل الفيديو. انت شايف ان الذهب هيكمل في الطلوع، ولا شايف ان ده كله فقاعة كدب وخلاص؟ انا مستني كده في التعليقات اشوف رأيك ونقلب الترابيزة مع بعض. وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل بقى اللايك الجميل واشترك في القناة علشان نكمل الرحلة دي مع بعض، واللي جاي اجمل ان شاء الله. بس اهم حاجة خليك صاحي لما السوق يكلمك.